بسم الله الحي القيوم الباقي وغيره لا يدوم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى أن يوم القيامة يقوم. النهاردة مش هقول ازيك يا زور حضنة البستان. النهاردة أنا في الغد بعد الغلة ما اتضمت. كان نفسي أصورها لكم أوي وهي عيدان واقفة في الأرض، بس ما حصلش نصيب. الغلة يا جماعة اللي هي القمح، ما شاء الله سنابل القمح اهي. ربنا يا رب يكتر خير المسلمين وخير شعب مصر يا رب. كان نفسي اصورها لكم والله، هي عيدان واقفه في الارض، بس الوقت الله يصلح حالهم الحاج بيجمعوا بيجمعها ما شاء الله على العربيه اهي، عشان يعملها قومه هناك عشان لما الدراسه تيجي. فاحنا قدامنا ساعتين، فنهقفل الوقت بتاع الفيديو، وان شاء الله على الساعه 4 ولا الساعه 5 تكون الدراسه جت، نعملها مع بعض واوريكم ان شاء الله ما شاء الله الخير. وهو نازل القمح، هو نازل بيتعبي في شكاير، واوريكم ما شاء الله اللي هو التبن اللي هو اكل المواشي بعد اللي هو اللي هيطلع بعد من ورا الدراسه للناس، يعني الجماعه اللي هم مش عارفين الكلام ده. ويا رب يكتر خير مصر وشعب مصر واهل مصر. انا لسه جايه من الحضانه ومش قادره القط نفسي، وما عرفت اجيبهم الغيط، قلت اجي اصور لان ما عرفتش اصلا، نسيت خالص ان انا اصورها وهي لسه في الارض. فان شاء الله باذن الله كمان ساعتين تكون الدراسه جت، اصور والايه واوريكم القمح وهو طالع من الدراسه. جوري بنت طبعا فرحانه اهي، واقفه وسط الارض وفرحانه اهي. وعبد الرحمن عليه درس الانجليزي، وكنت طالعه ان شاء الله من الدرس وما الدراسه تيجي. كل سنه وانتم طيبين. ده موسم ضم الغله والدراسه، مش الدراسه اللي هي المذاكره، الدراسه اللي هو الدراسه اللي بتيجي او الكومباين الوقت الحديث. كل سنه وانتم طيبين يا رب، ويا رب يكتر خير شعب مصر يا رب واهله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدراسة بتاعي يا جماعة اللي ما يعرفش الدراسة وبيقول حاجة تانية اسمها كومباين، بس احنا هنعمل مرات بالدراسة. عمرو طبعا فرحان، الجماعة بتفرشوا المفرشة اللي يطلع عليها الخير ان شاء الله. واول ما نبتدي ما شاء الله فرحانة، يا رب يكتر الخير علينا وعلى أمة محمد أجمعين يا رب، وعلى شعب مصر والعالم أجمع يا رب، ويفرح الناس كلها ما شاء الله. وجري طبعا فرحانة خالص ما شاء الله. بتاع طبعا دي يا جماعه خطيره جدا، ربنا ينجيهم يا رب ويصلح ما بين ايديهم. سلط التليفون على وشك. ماشي حاضر. ماشي حاضر. يا بوجي عبد الرحمن تعالى هات معايا. الشرف يا يوسف من المستيك.
جماعة أنا خلصت الحضانة وقالوا لي ده الجماعة هيدرسوا فايه جيت صورت فيديو فطبعا المكان ده كله كان مليان عقد غلة. دلوقتي ما شاء الله الجماعة حطوها فوق بعضها اهو، رصوها فوق بعضها عشان ايه تبقى قريبة من الدراسة السعيدة. يا رب يا رب نحس ان انا الحاج فتح الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا دوبك انا طلعت من الحضانة وعملت غدا في ثواني وبعدين ايه روحت تاني صليت. جيت صورت وبعدين روحت تاني صليت. ما شاء الله الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. فالله خير حافظا وارحم الراحمين. ربنا يبارك يا رب ويرخي في المسلمين يا رب ويوسع علينا وعلى المسلمين يا رب وعلى أمة محمد أجمعين وعلى كل الشعب المصري والعربي والأمة الإسلامية والعربية يا رب.
يزيد خيرنا يا رب، مسلمين ونصارى، ويوسع على الكل يا رب. تعالي يا زوري، شفتوا الخير وشفتوا الغلة اللي هو القمح طالع ازاي، وشفتوا ما شاء الله خير خير يا رب. يكتر خير مصر يا رب، يوسع علينا وعلى كل الأمة العربية يا رب.
يوم جميل، ويا رب يكتر خير المسلمين يا رب، يا رب يكتر خيرنا يا رب، كتر خير شعب مصر يا رب، وارزقنا من حيث لا نعلم ولا نحتسب يا رب، وسع علينا يا رب وعلى كل من قال لا اله الا الله يا رب. ما شاء الله، الله اكبر، الله خير حافظا وارحم الراحمين. ربنا ينجيهم، لان الدراسه دي آلة صعبة جدا، ويعني بلاش بقى فوت، بلاش مش مهم. الحمد لله انا بحاول ابعد عن الكتب الموضوعات، بس الكتب برضه عالي. انا حاولت اساعدهم، اروح بس افضلهم من عندهم عصير كركديه، وجايبه لهم ساقع اهو بسكويت، مش لكم حاجه بشربها بتعبهم. دلوقتي الساعه 5، مش توقيت غدا طبعا، احنا هنا بنتغدى الساعه 1 أو 2 بالكتير، دلوقتي الساعه 5، فانا جايبه لهم عصير وحاجات. ربنا يوسع علينا يا رب وعلى أمة لا إله إلا الله. أنا مش عارفة الله يرحمه عبد الوهاب كان بيقول محلاها عيشة الفلاح. والله مش عارفة هو فين، ما أكيد ما شافش عيشة الفلاح شكلها إيه. لأن فعلا والله الله يرحمه والدي كان بيقول الفلاحة مناحة فعلا والله. يا صحيح الواحد بيبقى فرحان بالخير لما يبقى، يعني انا دلوقتي هاخد لي شكرتين مثلا دلع عشان انا بخبز في بيتي، لان عيش الفرن طبعا مش بيقضي. لا اله الا الله. انا فرحانه بالخير، وفرحانه بالغله اللي داخله عليا والقمح اللي داخل بيتي، وكمان هعمل لكم فيديو لما يروح اسمها ايه، لا اله الا الله، اللي هي مكنه الطحين يطحن ويجي لي دقيق، وهوريكم وانا بعجنه وانا بخبز ان شاء الله. اعمل فيديوهات بكده بجانب برضه فيديوهات تعليم القران الكريم. انا فرحانه بالخير والله، بس لغايه ما وصل للمرحله دي الناس شقت وتعبت جدا والله. ربنا اللي عالم، يعني الفلاح والله العظيم يا جماعه بشقه 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 بشقه.
خير يا رب. ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله، تبارك الرحمن. ربنا يزيد ويبارك يا رب، ربنا يزيد ويبارك يا رب، ويوسع على كل من كان يا رب. ما شاء الله على الخير وعلى قمح مصر الجميل يا رب. ما شاء الله، الله أكبر، ما شاء الله. ما شاء الله. يا يوسف. ما شاء الله، الله أكبر، الله خير حافظا وأرحم الراحمين. ربنا يزيد ويبارك يا رب، ربنا يزيد ويبارك يا رب. ما شاء الله، الله أكبر. ربنا يكون نعمته علينا وعلى كل مكان. محمد هنا. قول لي بقى، اصل الكلمه دي مش بتطلع من دماغ عبد الوهاب. ما كان بيقول محلاها عيشه الفلاح. ذمتك عيشه الفلاح مرتاحه؟ لا والله، والله عمرها ما كانت مرتاحه ابدا. اصل هو لو كان بقى الله يرحمه وافضى الى ما افضى اليه، لو كان راح له يوميتين عزيق ولا ولا جه يوم زي دي في الدراسه، كان عرف ان كان عرف ان مش محلاها عيشه الفلاح. لا، محلاها منين الفلاح مرتاح منين؟ الحمد لله، بس كل حاجه بتهون لما الخير نلاقيه داخل البيت. ما شاء الله. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال يا رب. 25,000 الارض دي 25,000 يا رب. خلص كده الشكارة كده. تتعب بنفسك ليه؟ مفيش تعب ولا حاجة، مش قيمتكم والله، ده حاجة مش قيمتكم، حاجة بسيطة خالص. كده معلش، حاجة بسيطة مش قد مقام. اتفضل. امسك بقى، متمسكش ايه. اتفضل يا عم الحاج. نفتح بقى كوبايات تسيبهم بقى يشربوا على ما هي تتعمل. انا مش عارفه اجري يا بي، اجري يا قرطه، اجري يا قرطه. خد يا مان. ها ما تمسكوا يلا يا جماعه. خد يا لولو، تعال. خد يا يوسف. عسل يا يوسف. خد يا واحد. خد يا محمد يا ابو علي. محمد ودي ديت خلينا نفسك. طب بس امسك كده بقى عشان ما يقصوش. انت حاول بقى تديها لابنك تاكلها انت حر. هات الكوبايه اهي مليانه. طب هات من فضل يوسف. تعالى يا يوسف.
ساقع. طالما الحلو مش هياخد، مش هيرضى. ساعة أو اتنين سبحان الله يحصل حاجة. ده بقى يا جماعة اللي قلت لكم عليه، اللي هو اللي طالع من الغلة، اللي هو اسمه التبن. عندنا في المنصورة اسمه التبن، معرفش بقى في المحافظات التانية اسمه ايه. التبن ده بيتحط على المواشي، وهو برضه غالي يعني. التبن هنا في النهارده مسعر ب250 جنيه. معرفش بقى في المحافظات التانية سعره، بس هو في المنصورة هنا في مركز بتاع بلد جوز، مركز بكرنس، ب250 جنيه. معرفش بقى في بلد التانية بخير. وعلى أمة محمد أجمعين يا رب، وعلى شعب مصر كله يا رب، مسيحيين ونصارى. يزيد الناس كله من فضله ونعيمه ويرفق المسلمين. كانت جدتي الله يرحمها أم والدتي كانت تقول الكلمة دي على طول، يا رب ارفق المسلمين. لما حاجة سعرها يرتفع كده احنا في غلا يوسف. أظن هي لو كانت عايشة يعني الأيام اللي احنا فيها دي كانت قالت احنا فعلا في غلا يوسف. ما وصفتلكوش الفرحة بتاعت جوري. ولادي فرحانين قد ايه باليوم ده. طبعا عبد الرحمن انا هروح لانه عنده امتحانات طبعا سنة 4 ثانوي اللي هي 4 ابتدائي، صعب اوي طبعا. جوري اللهم صل على النبي وبارك. صلوا على النبي. ما شاء الله ما شاء الله. أيضا الخير ود القمح وجماله ما شاء الله ما شاء الله. هذا القمح وجمال القمح ما شاء الله. طبعا هقول لهم يلا عشان نروح. قالوا مش هنروح دلوقتي يا ماما، احنا عايزين نقعد في الغيط وعايزين نشوف الغله وعايزين نشوف الدراسه وعايزين نشوف الحصان. اللهم لا حول